ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد. ابتدينا كده نناقش في تنظيفات العيد. طبعا هو اساسا يعني باقي حاجات بسيطه على العيد. انا قلت احنا لسه مخلصين امتحانات، فقلت هنلم اللي هنقدر نلمه وخلاص. واول حاجه طبعا عشان نعرف نظبط الدنيا لازم اي غسيل يتلم، يعني يتلم ويطبق ويتحط في دولي. مش هينفع نركن بقى، خلاص زمن الركن خلاص انتهى. وطبعا احنا كنا ساعات بننام في الصاله دي بتبقى تلج بالليل كده وحلوه كانك مشغله تكييف. فمحمد بيحب ينام فيها، ساعات زين يطلع ويقول لي تعالي ننام فيها، فبننام على الكنب كده ومعانا الدفايات دي بنضغط طبيعي عشان يبقى الجو ساقع. جيت بقى الستاره دي بس تقريبا بقى لها سنه ما اتشالتش من مكانها، من العيد الكبير للعيد الكبير تقريبا بغسلها. فاهمين ما شاء الله لونها جميل، من النوع اللي بيبانش عليه نظافه ابدا، بس بغسلها عشان التراب، ما بيبانش قصدي عليه ان هو مبهدل يعني محتاج يتنضف. والمصليه معاها كمان بحب اغسلها كده وكل فتره، وخصوصا على العيد يعني فاهميني. وبس بقى، ورحت حاطه دوره كده انا قلت يعني احط دوره غسيل غوامق معاها. عشان هي طبعا مليانه تراب، فالغوامق كده مش هتتاثر. بس يا ريتني ما حطيت، لان هي نزلت اللمعه فيها لمعه كده، لقيت الغسيل كله طالع بيلمع. منزله فتل بتلمع كده عليه، فبعد كده هغسل الستاير لوحدها واريح احسن لي. بس بقى رحت جبت بقى الشاشوبه دي جديده اللي بقول لكم عليها، اللي هي الدواره دي. حلوه في الحيطان جدا، بس في الشبابيك اللي زي كده اللي فيها تفاصيل كتيره مش حلوه. يعني انا عملت بيها شباك الحمام، يعني انا عملت تنظيف العميقه بتاعه الحمام، الحيطان والشباك والباب. ما بصوا ما خدتش 5 ثواني. وحلوه جدا ومريحه طبعا عشان الطلوع والنزول. لكن الشباك ده جيت اعمله عشان فيه تفاصيل، حاسه ان لا مش مرتاحه في التنظيف كده، يعني عايزه اقوم انا بالفوطه انضف له براحتي. بس فرحت بقى جربت الاول ان انا اعمله بعد ما عملت الحيطان كده والماسوره بتاعه الستاره. رحت جبت جيت اجرب بقى عليه وعلى السلك وكده. تمام وشغاله، يعني شغاله وتمام. يعني لو انا كنت تعبانه قوي، بس انا اصلا كده مش هعمل حاجه وانا تعبانه قوي، لازم اكون واخده راحتي كده عشان اعرف اقوم على حاجه. فلقيت ان هي لا، انا حاسه ان انا لا عايزه ادي الشباك ده كده لا تلميع بايديا، وخصوصا الشباك ده بصوا غالي على قلبي جدا. ممكن اي شباك تاني انا ما بعبرهوش ممكن اعمله كده، فاهمين اللي هو مش فارق لي اصلا. لكن الشباك ده بصوا تحسوا كده نفس البيت وروح البيت. الشباك ده كبير وعلى الشارع وحلو، الشمس تدخل منه فظيعه. والهواء طبعا ان هو كبير جدا بيحسسكم بالبيوت التركيه اللي شبابيكها كبيره والجو ده. نعم بياخد وقت في التنظيف. يعني الجزء بتاعه دوت لما بعمل الشباك بتاعه يبقى ده نص الوقت اساسا. يعني نص الوقت يروح للشباك ونص الوقت يروح للانتريه، كده الجزء بتاعه ده خلص فاهمني. وبقيه الصاله في حته كده فاضيه، وبعد كده السفره، وبعد كده الحته التانية. يعني هتشوفوها معانا كده، وانا عملتها معاكم كتير اصلا على رمضان وعلى العيد. بس الاكتر التنظيفات اللي كانت قبل رمضان كان فيها بركه وكده. فانا بقى بصوا بقى ما استريحتش، رحت جبت الازاز بقى ولبسته. وكنت اصلا صليت تقريبا، لا كنت هصلي بعديه. انا ساعات لما بصلي بكمل تصوير بالازاز وانا لابسه بالمره. فالمهم رحت بقى جبت الفوطه. انا بقى مش بعمل بالمقشه، انا بعمل بالبتاع دوت. قولوا معايا باللي هو فوطه مبلوله على طول، ما بعملش السلك بمقشات. بس فروحت بقى عامله، هو اللي بيطلع اكتر حاجه تراب هو السلك، فببتدي بالسلك. الطبيعي بتاعي لما باجي اعمل الشباك بروح جايبه فوطه ومسحه بيها السلك كله عشان يطلع كل التراب اللي فيه. وبعد كده بمسح الخشب. وببتدي بقى من بره لجوه. اللي هو ازاي بقى من بره لجوه، اللي هو اللي هي الذره في الشيش دي بروح قافلاها. بس بعد ما اخلص السلك كله، هما 3 حتت سلك من بره ومن جوه بعملهم. بس انا النهارده لخبطت شويه لما عملت بالشرشوبه وكده. فالمهم بعمله بقى بعد ما اخلص السلك كله كده خلاص نزلنا كله تراب، اصلا التراب بينزل منها عشان الفوطه تبقى مبلوله، بتبقى مرمله كده عامله زي الرمله. بروح بقى قافله الشيش ده. وبروح عامله يعني اللي هو الشيش بقى عاملاه من جوه كده، طبعا مش بعرف اعمله من بره خالص. وانا جربت اكب ميه كده عليه، يعني زي ما الناس بتكب وكده، بس حماتي بقى تحتيه، وساعات بتبقى نشر غسيل وساعات بتبقى. ومره ما كانتش نشر ولا حاجه، قلت لها وقالت لي ماشي. اخت جوزي كانت قاعده تحت الشباك، الميه دخلت عليها من تحت الشباك فاهمني. فقلت لا، حوار فاكس قوي، هو احنا كده هنعمله بالبتاع ديت، هنعمله بالفوطه المبلوله بيبقى زي الفل والحمد لله يعني. وبروح بقى عامله كله وبروح كده اروح تانية عشان اعمل المفصلات بتاعته اللي هي اللي من جوه دي. بعد ما اخلص كل الخطوط بتاعته دي.
وبعد كده بقى بتنيه او افتحه كله واروح مطلعاه ايه لبره عشان اعرف افتح، عشان قصدي اعرف امسح اللي هي حروف الشباك اللي هو ايه اللي فوق واللي تحت والجنبين، الجنبين بتوع الشباك. بس بقى وبعد ما افتحه بقى اروح بقى واخده ايه ضرفه ضرفه كده، اروح مسحها برده من حته المتنيه دي واروح عاملاها. الشباك ده عندي بياخد وقت اول ما اعمله، يعني خلاص هو اهم حاجه عندي، وخصوصا بصوا في الصيف. في الشتاء انا بطول عليه، ممكن بعد الشهر مش بعمله لان احنا بنبقى مقفلين ومش عايزين لا هوا ولا حاجه، فاهمني، ساقعه بقى وكده. لكن في الصيف عشان انا بحب افتحه، بحب اخد الهوا بتاعه، وبحب اقعد هنا فيه، خصوصا الصبح بقى هوا كده جميل وسائل لحد الظهر. وبعد كده بعد الظهر بتبتدي الشمس بقى تدخل ايه خطيره بقى، ما اقولكوش يعني لحد قرب المغرب كده. قبل المغرب بشويه بتبتدي بقى تكسر وتطري شويه، بس يبقى بقى الشباك سخن مكان الحراره اللي جت عليه والشمس اللي جت عليه. بص بقى اي حد بقول لكم بفتح عشان امسح الحتت دي، عشان بيبقى الشيش قافل عليها، ففيها تراب مقفول عليه. فهمسح بقى كله، وعماله وانا رايحه اعيد وازيد على اكتر حاجه بتبقى فيها تراب، ايه السور بيبقى اكتر حاجه شايله تراب. فهروح بقى عاملاه، وعندنا بقى خروجه كده جميله. يعني انا بصوا هو محمد كان قايل لي ان ايه ان احنا هنخرج النهارده نروح نجيب لحمه العيد، تمام. ف فبتاع دوت، فانا قلت له، وكان متفق كمان معايا على ميعاد متاخر على الساعه 5. بعد كده جاله شغل فقال لي لا هنروح ايه الساعه 2 الظهر كده او 3. وانا شغاله. فانا طبعا ايه ما مش هقف بقى ولا استنى ان يوم يكون انا كده كده قاعده في البيت كله، لا انا قلت هقعد الشباك. يعني هشتغل لحد ما يقول لي يلا وهسيب وهمشي، يبقى كده جزء خلص من عليا، ولا مني عملت سبت الخروجه وقعدت في البيت، ولا ان احنا بنصدق محمد يخرج معانا والعيال ما بيتبسطوا قوي لان هو بيبقى عنده شغل ما بيقعدش معانا كتير، ولا انه بيجيله ضغط شغل. واحنا في ايام اللي قرب العيد دي بتهدي الدنيا معاه شويه، فبيخرجنا بقى الايه اليومين اللي قبل العيد، نجيب حاجة مش خروجات يعني جامدة، بس نجيب حاجتنا، يقعدوا في محل ياكلوا حاجة كده، اي حاجة كده يتبسطوا مع باباهم. بس فكنا بقى رايحين عشان نجيب اللحمة وكده. فانا قفلت معايا لحد يا دوب ما خلصت البتاع ده الشباك، وعملت لي فنجان قهوة كده استريح اشربه عشان اصلي الظهر، كان الظهر اذن. فكنت قلت بقى اخد فنجان قهوه مع القرص، كنت خليت محمد يجيب لي قرص بالعجوه، مظبطه نفسي ومأمنه نفسي ان انا لما اجوع اكل اي حاجه مسكره وخلصت. عشان اكمل على طول ورا بعض ورا بعض. والصبح طبعا كنت عملت لهم فطار وكده، وفطرنا بيض وجبنه كده، وظبطنا برضو ايه الدنيا على الاخر. ف... فخلاص بقى بصوا قمر مبسوطه بيه مبسوطه بيه. والستاره على الشباك على المنشر قصدي هركبها النهارده، انا مسجله لكم تاني يوم. كنا خارجين، بصوا بحب الشنطه دي اللي كنت جايباها معاكم في المشتريات، مش بهدلها في الحته العاديه